هوى سلطان. فيلم عن الحب ولا عن الصداقة ولا عن علاقاتنا الأسرية اللي بتأثر على علاقتنا بصحابنا واختياراتنا في الارتباط. يعني غالبا عن كل ده. فيلم حلو، فيلم جميل. بعيد عن إن يبقى ده كلام نقدي يعني بمنطق ما له وما عليه. لكن هو فيلم حلو، فيلم سينما تتفرج عليه ويخليك تروح في أفكار ومشاعر كتير حلوة أو ملخبطة. تسأل نفسك هو ده ممكن يحصل، أو ده ممكن يكون عدى عليك في وقت من الأوقات. إن أنت يبقى في صديقتك القريبة منك أو أنتي صديقك المقرب ليكي البيست يعني، وبعدين تكتشفوا إن إحنا بنحب بعض أو إحنا أنسب اتنين لبعض في الجواز. هو دي قصة سارة وعلي، منة شلبي وأحمد داوود، اللي اتعملت حلو جدا. رغم إن أنا عارف قصة الفيلم من قبل ما أتفرج، وكنت متوقع إن أنا هتفرج ألاقي حاجة كليشية قوي. إيه ده، إحنا اتنين أصحاب وعاملين إن إحنا مش واخدين بالنا إن إحنا بنحب بعض. وبعد مشهد البوسة اللي حصلت ما بينهم في الأسانسير فاعترفوا لبعض بحبهم. بس ده ما حصلش. هما اتنين أصحاب عايشين تفاصيل، إن هما أصحاب قريبين فعلا. وفي خلفيات لطيفة كده، فكرة إن هما أهلهم يعرفوا بعض من هما صغيرين، فهم شبه متربيين مع بعض، ما بينهم ذكريات كتيرة فتخليك تصدق إن ليه مفكروش في بعض في ارتباط حقيقي. مع تفصيلة إن منة شلبي عندها عقدة شوية علشان أبوها اتجوز بعد ما أمها توفت على طول، فده يخلي واحدة زيها تقعد فترة مترتبطش عادي، على عكس علي اللي بيدور طول الوقت إنه عايز يرتبط علشان هو عايز يبقى مع حد. بس بعد ما كل واحد فيهم بيرتبط وبيبقى مع حد تاني، هي بتبقى مع رامي اللي هو أحمد خالد صالح، وهو بيبقى مع ليلى اللي هي جيهان الشماشرجي. فبيكتشفوا إن الناس دي مش شبههم، وإن هما الاتنين شبه بعض أوي. ده حلو، لكن اللي عجبني أكتر إن فعلا بعد ما حصل مشهد البوسة ما اعترفوش لبعض بحبهم، وإن إحنا إزاي بننكر وإزاي بنقاوح. لأ، حصل صدمة وبعدوا عن بعض. بس هل كانت دي غلطة زي ما هم قالوا، ولا ده كان كشاف نور لهم حقيقة علاقتهم باللي حواليهم وحقيقة اللي هم حاسينه وعايزينه؟ ده كان حلو برضه، معمول جميل. يعني افتكرت وأنا بتفرج على الفيلم إن كان ليا صديقة في يوم من الأيام قلت لها إن أي اتنين أصدقاء قريبين، واحد وواحدة، لازم يبقى بينهم درجة من المشاعر الارتباط أو الحب، اللي هو الحب ما بين الراجل والست يعني. فهي اتخضت من الكلام اللي هو ازاي، يعني ايه وازاي، وغالبا شكت ان انا بمهد لها حاجة، رغم ان انا فعلا بشوف ده. مينفعش اتنين اصدقاء يبقوا قريبين من بعض يقعدوا سنين يعرفوا بعض من غير ما يكون الاساس ده اصلا موجود. مش وجودهم مع بعض السنين ده هو اللي خلى عندهم المشاعر دي. لا، في درجة من الحب. مش بيحبوا بعض، بس في درجة، علشان نقدر فعلا فعلا نقعد مع بعض ساعة واتنين وتلاتة ويبقى في وقت من الأوقات هي أول حد يجي في بالك عشان تحكي لها حاجة مفرحاك أو مزعلاك والعكس. ما بيحتاجش بس الموضوع إن احنا نبقى فاهمين بعض وخلاص، أو ما بينا عشرة وخلاص. لا، بحس دايما إن لازم يبقى في درجة من درجات الحب دي. فده كان موجود في الهوى سلطان. واللي معرفش الاسم ليه علاقة بإن بهاء سلطان موجود كمان طول الفيلم ولا إيه، بس دي من الحاجات اللطيفة جدا اللي خلتني كمان أحب الفيلم أكتر، لأن أنا بحب بهاء سلطان جدا. وفي تفاصيل في شخصية علي كانت ملمسة معايا، زي إن هو بيحب يسمع أغاني وطنية ويتأثر وعينيه ترغرغ. التفصيلة دي عندي بشكل طفولي جدا لحد دلوقتي، وكان شيء جميل إن أنا ألاقيها في شخصية معمولة. لأن ده بجد يا جماعة والله يعني، في ناس كده متعرفش ليه يعني ده بيحصل معانا، بس في ناس كده. لا، كان في تفاصيل حلوة أوي في الفيلم. تراك الصوت كله، شريط الصوت كله كان جميل غني. بتسمع أغاني، بتسمع مزيكا، بتسمع أصوات طبيعية من المكان، كلها طول الوقت حطاك في الحالة جدا. الممثلين كانوا لطاف. أنا يعني من المرات القليلة اللي حبيت فيها أحمد خالد صالح، عامل دوره حلو أوي. أحمد داوود كمان. منا طبعا يعني كلام عليها قليل مهما قلنا، ممثلة جبارة، تعمل أي حاجة لها علاقة بالمشاعر حلو جدا.
يعني هي دائما وأبدا ممثلتي المفضلة في هذا الجيل إطلاقا، وهي الممثلة الوحيدة اللي أنا بتفرج على أي فيلم وأنا ضامن إن هيبقى كويس عشان منة شلبي وافقت هتعمله أو اختارت الدور ده أكتر من مثلا منى زكي بمراحل. يعني منى عملت أفلام تعبانة بالنسبة لي كتير، أو مش قليلة يعني بلاش كتير، بس منة ما افتكرش إن أنا شفت لها فيلم وقلت الفيلم ده وحش أو تعبان. الحاجة الوحيدة بس اللي كانت بتفصلني شوية في الفيلم إن أنا حاسس إن هي كبيرة كسن شوية على الدور. الدور ده كان محتاج حد أصغر مثلا 5 سنين أو 10، يعني حد يبقى بالكتير 35 سنة مثلا. بس في الآخر كتمثيل كمشاعر كشخصية منة عملت دور حلو جدا، حبيته. وحبيت جدا يعني. لا عملت دور قوي. الفيلم على بعضه كان جميل. المخرجة هبة يسري والمخرجة والمؤلفة لو أنا فاكر الاسم. فلا أنا اشتريت أوي يعني، لو شفت حاجة تانية هي عاملاها فأنا برضه هتفرج، وأنا عندي استعداد أو متوقع إن أنا أشوف حاجة حلوة. لأن عملت فيلم صعب كتابته، صعب كمان إخراجه، إن أنت تطلع المشاعر دي من الممثلين بتوعك، إن أنت تبقى فاهم أوي يعني إيه اتنين أصدقاء مقربين من بعض، ويعني إيه اتنين موجودين في علاقات حب مش شبههم مش شبه بعض مع الناس المرتبطين بيهم، رغم إن هما مرتبطين بناس كويسين بس مش شبههم. ويعني إيه الاتنين اللي صحاب طول عمرهم دول يبدأ مشاعرهم تتحول لحب تاني، وده يحصل بشكل تدريجي ويحصل بعد صدمة. ده كان شيء حلو أوي ومعمول جميل. فالهوى سلطان فيلم حلو، فيلم سينما حلو، فيلم من أفلام المشاعر اللي أنا بقول عليها أفلام مشاعر جميلة. وأنت بتتفرج شايف ممثلين، شايف شخصيات عندها مشاعر حقيقية، كمان ده بيصير جواك أنت كمان مشاعر وذكريات وأفكار تسرح معاها. ودي حاجة مفترض في أي فن. لو تعرضت لفن سواء سينما أو موسيقى أو أدب أو رسم أو أي فن ومخدتش منه شحنة مشاعر يبقى في حاجة غلط أكيد. فالهوى سلطان مفيش فيه حاجة غلط، فيلم أنا حبيته جدا وأرشحه لأي حد عايز يتفرج. إن لأ هتلاقي حاجة هتلمسك، لأن أكيد أنت مريت بفكرة الصداقة. كتير حبوا أصلا الصديقة المقربة منهم وهي محبتهمش، وكتير صديقات حبوا صديقهم المقرب وما حبهمش. أنت زي أختي أو أنت زي أخويا. بس أظن الفرق إن في الهوى سلطان هم قعدوا وقت أطول مع بعض، فكسروا مرحلة أنت زي أختي وأنت زي أخويا دي. قصص كتير يعني كان ممكن توصل للنتيجة اللي هم وصلوا لها في الفيلم ويرتبطوا ويتجوزوا لو كانوا قعدوا وقت أطول وما تسرعوش من أول ما حسوا مشاعر ناحية بعض. يعني بفتكر ده الأصدقاء كتير كانوا قريبين مني كان دي قصتهم مع بعض. يمكن أنا ما مريتش ده بشكل شخصي، إن أنا حبيت البيست فريند يعني. يعني بس شفت ده كتير، عشان كده ده فيلم حلو حقيقي جدا وأظن هيعيش كتير يعني.